وجعل الله في اليقطين جميع المضادات الحيوية، وهو علاج لجميع الأمراض الباطنية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وإذا كان مرضك من الحرارة فاليقطين علاج لجميع أمراض الحرارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعه مع التمر ويأكلهما معا ويقول: أطفئ حرارة هذا ببرودة هذا. فمن أكثر من أكل التمر أيام الحر ارتفعت الحرارة عنده وربما أصيب بأمراض، ومن أكثر من أكل اليقطين في زمن البرد ارتفعت البرودة عنده وربما ساء هضمه. ولكن اجمع بين هذا وهذا يكون لك الغذاء والدواء كما شرع رسول الله.